تابعنا إذا مشاهدينا الكرام مباشرة من مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عملية سحب قرعة الدور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات هامة، مواجهات كبيرة، خاصة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يوفنتوس توتنهام، أيضا يوفنتوس توتنهام. تقريبا هذه أبرز المواجهات. ما عدا ذلك فإن بقية المواجهات ربما كانت رحيمة بالفرق الكبرى والمرشحة للوصول وبلوغ أدوار متقدمة. على كل نذكر من جديد بعملية القرعة. يوفنتوس سيواجه فريق توتنهام، يوفنتوس الذي توج بلقب دوري الأبطال في مناسبتين. بازل يستضيف مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في بازل. بورتو يستضيف حامل اللقب في مناسبتين، يستضيف ليفربول حامل لقب دوري الأبطال في 5 مناسبات. إشبيليا يستضيف مانشستر يونايتد صاحب اللقب في 3 مناسبات. ريال مدريد بطل أوروبا في 12 مناسبة وهو صاحب الرقم القياسي وحامل اللقب في النسختين الماضيتين يستضيف باريس سان جيرمان. شاختار دونيتسك الأوكراني يستضيف روما. تشيلسي بطل أوروبا عام 2012 يواجه برشلونة. مباراة الذهاب ستكون في لندن. برشلونة حامل لقب في 5 مناسبات، آخرها كان العام 2015. بايرن ميونخ أيضا في الأليانس أرينا يستضيف بيشكتاش التركي. مباراة الذهاب كما ذكرنا ستكون في ميونخ. بايرن ميونخ حامل اللقب كما ذكرنا في 5 مناسبات، آخرها كان العام 2013. كابتن طارق، قراءة أولى إذا في قرعة دور الثمن النهائي، وكما ذكرنا أبرزها الصراع الإسباني الفرنسي، ريال مدريد باريس سان جيرمان. واحد من الاحتمالات التي كانت مرشحة بالنسبة لباريس سان جيرمان المواجهات الصعبة. أنا أقول الوعاء البارد والوعاء السخن. لعب دوره بصراحة للفرق الإسبانية. الفرق الإسبانية يعني الوضعية نتاعها صعبة، ما يسهل. ضد باريس سان جيرمان الريال، إشبيليا ضد مان يونايتد، والبارسا ضد فريق تشيلسي، وتقابلوا مع بعضهم في عديد المناسبات. تشيلسي مرة تقريبا ترشح ومرة فريق برشلونة. أعتقد أن ما زالوا شهرين. صحيح مباريات صعبة، لكن أنا أقول التحضير هام جدا من المباريات هذه. ريال مدريد باريس سان جيرمان ممكن كان يكون دور نهائي، راح مباراة متكافئة جدا. تقابل بالمناسبة كابتن في دور المجموعات في 2015 2016. مباراة الذهاب كانت في باريس في دور المجموعات، كانت في المجموعة الأولى في شهر 10 2015 تعادلوا 0-0. ومباراة الإياب ريال مدريد هو الذي فاز 1-0. لكن مباراة أخرى اليوم، باريس سان جيرمان أقوى. باريس سان جيرمان لعب في عديد المناسبات، الشامبيونز ليج ضد فرق كبيرة، ضد برشلونة في مناسبات، ضد تشيلسي، لعب ضد مانشستر سيتي، ولهذا مباراة متكافئة. ريال مدريد لازم يتحسن المستوى نتاعو، عنده شهرين باش يحضر معناتها المباريات هذو. اعتقد ان 3 مباريات باش تكون قوية جدا ونارية. البقية اعتقد ان الافضليه للفرق الكبيره، ضد مانشستر يونايتد، ليفربول عنده امكانيه، يوفي وتوتنهام زاد مباراه متكافئه جدا، لكن خبره اليوفي ممكن تعمل الفارق. شختر وروما، مباراه روما عندها امكانيه ساعدها هذه متكافئه ايضا، متكافئه، لكن انا اقول روما ممكن. بايرن وبيزيكتاش، بايرن عنده امكانيه ترشح. ممكن 3 مباريات هي اللي باش تكون قويه بين يوفي وتوتنهام و مانشستر وفريق فريق ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، وبطبيعه الحال تشيلسي برشلونه. هذه المباريات القويه والمباريات الصعبه في الدور 16.